السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ نعيمه جوبا. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه اللي هي المصران المعمر هو الطيحان. كما كتشوفوا هانتوما كيجي غزال، كيجي مدغمر، وجربوا الطريقه من الاول حتى للتالي ان شاء الله ما غاديش تندموا عليها، غادي يعجبكم. جوزوا المقادير. عندي 500 غرام ديال الكفته، ما يعادل نص كيلو. عندي بصله كبيره مشلضه على هذا الشكل، 3 المعالق كبار ديال المعدنوس. انا ما عنديش قزبر، اللي عنده قزبر يزيدو. معلقه كبيره ديال الفلفله حمراء، معلقه كبيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال القزبر مطحون يابس، نص معلقه صغيره ديال الابزار، نص معلقه صغيره ديال الحار على حسب الذوق. الملح والحار ديما كنقولها على حسب الذوق. وعندي هنايا طيحان هانتوما ديال الغلمي نعمرو، وهذا هو المصران اللي كنعمر ضروري في العيد. كنعمرو هذا المصران هذا. كاين اللي كيعمرو بالطريقه ديال السميده والكبده، وهذا انا كنعمرو بهذه الطريقه ديالي كما كتشوفوا معايا، بالبصله والكفته والعطريه. ندوزو للتحضير. كنجيب هاد القصيعه ولا عندكم بانيو ولا اللي كان فاش تخلطوا. كنضع هاد الكفته هنايا، كنزيد عليها ديك البصيله. كل ما كثرتوا البصله كيجي بنين. كنزيد عليه داك التوابل والربيع. صراحه كيجي المصران غزال، كيجي بحال الشكل ديال الصوصيس. لا ضروري في العيد الكبير انا عندي هذا المصران ضروري نعمرو مع الطيحان. حتى نتوما البنات بقاو تخبعوه. انا حتى للتالي كنخلي واحد شويه ديال الكفته باش كنعمر المصران. تبعوا معايا الطريقه من الاول حتى للتالي ان شاء الله، وغادي تنجح معاكم وسهله، وكيجي غزال كيجي بنين. صافي حتى كندخل ديك العطريه ديالي كلها في ديك الكفته مع البصله. كنجيب ديك المصران. كاين اللي كيقلبوه الا بغيتو تقلبوه حيت فيه الشحمه. هاد الشحمه اصلا كتذوب لنا ما كتبقاش هكا. انا ما كنقلبوش، غير كنغسلو مزيان. كنديرو هذا كنديرو في الروبيني، وكنخلي الماء كيمشي فيه باش كيتغسل لنا مزيان. غادي نبدا نعمر. بسم الله. هذه هي الطريقه ديال التعمار. هانتوما الكفته باش كتساعدنا كنكروها هكا باش كتدخل لنا، كتساعدنا باش نعمرو المصران. صافي كنستمروا في الطريقه. هانتوما كما كتشوفوا معايا هو بدا يعمر. كنمشي كنستمر بهذه الطريقه حتى كنعمر المصران. وكنخلي شويه من هذه الحشوه باش كنعمر الطيحان ديالي. من بعد ما عمرنا المصران كنجيبوا هذا الطيحان اللي حليته من قبل. نقصت شويه ديال الحشوه اللي عندي هنا، الكفته والبصله، وغادي نديرها في هذا الطيحان. مازال ما حجمتش المصران ديالي، تنشوف واش غادي يشيط لي شويه ديال الحشوه نكملها في المصران. نعمر بعدا الطيحان، ومن بعد كنجيب واحد الابره والخيط وكنخيطو. صافي ما نعمروش بزاف باش ما يطرطقناش. كنوضعو في جنيب ونولي نكمل المصران بالتعمار. شط لي الحشوه. صافي هانتوما كما كتشوفوا معايا كنشد هاد القنت كنحزمو هكا. صافي. وهاد القنت حتى هو بهاد الطريقه هذه. المصران ديالنا هو هذا كيجي على هذا الشكل. صافي كنجيب واحد الابره والخيط باش كنجمع الطيحان ديالي.
هانتوما بهاد الطريقه. بهاد الطريقه انا كنخيطو بالسبيب. الا عندكم حتى الخيط ماشي مشكل. صافي كنستمر بهاد الطريقه حتى نكمل الطيحان بالخياطه نولي معاكم. من بعد ما كملنا الطيحان والمصران بالتعمار كنجيب واحد الطاجين اللي غادي نطيب فيه. كنقطع فيه بصله كبيره مطيشه وريشات ديال المعدنوس كنفرشهم حتى هما. غادي نجيب واحد تقريبا معلقه ديال الزيت نباتيه. صافي كنزيد معلقه ديال الزويته هنايا في الطاجين. صافي كنجيب ديك المصران كنوضعو بهاد الطريقه. هكا كنحاول نديرو في الوسط. كنجيب الطيحان كنديرو في الوسط. كنشعل البوطه مهيله قليله بزاف نخليه يطيب على خاطرو. كنجيب واحد الابره وكنبدا نثقب في ديك المصران باش ما يطرطقناش. هانتوما طيحوا ديك المصران كيبقى يخرج منه واحد الماء هانت والطيحان. صافي كنشعل عليهم النار مهيله ونغطي عليهم. مره كنحل الطاجين وكنبقى نثقب ديك المصران وهذا باش كيخرج منهم ديك الماء. تقريبا انا كياخذ لي حيت كنقص العافيه بزاف تقريبا راه كياخذ لي حتى ساعه الا ربع ساعه ونولي معاكم ان شاء الله. من بعد ما دازت 10 دقائق كنحلو على الطيحان ديالنا والمصران. هانتوما كنحطوا واحد الابره وكنبقاو نثقبوا. هانتوما هو كيخرج ديك الليدان. هانتوما كما كتشوفوا شوفوا الطيحان حتى هو كيخرج منه ديك الدم. صافي كل 10 دقائق كنحلو وكنبداو كنثقبوا بهذه الطريقه باش كيخرج لنا ديك الماء والليدان. هانتوما كما كتلاحظوا شوفوا طلق الماء ديالو. ما كندير لا ما لا والو. يلا كندير معلقه ولا جوج ديال الزيت النباتيه. صافي نغطيو عليه حتى نولي معاكم. من بعد ما دازت ساعه الا ربع كنحلو على الطيحان ديالنا والمصران وكنقلبوه. كتقلنا ديك ربع ساعه كنقلبوه باش كيطيب لنا من الجهه الاخرى بحال هكا. هو بدا يتلبى المريقه ديالو. ما كندير له لا ما لا والو. كنقلب حتى ديك الطيحان وكنخليهم واحد ربع ساعه على ما كتلبى لنا هاد المريقه. صافي وكنطفي عليه. صافي الطيحان ديالنا هو وجد. المريقه ديالنا راها تلبات. غادي نطفيو عليه وندوز معكم للطبق التقديم. هذا هو الطبق النهائي ديالنا ديال المصران معمر مع الطيحان. ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والاشتراك في القناه باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله وبالصحه والراحه.